خبر تيقول باللي الفنانة لطيفة رأفت دخل اسمها لساحة الجدل من بعد ما تم إقحامه في ملف طليقها الحج أحمد بن إبراهيم المعروف إعلاميا بإسكوبار الصحراء، من بعد ما كانت جد حريصة خلال سنواتها الفنية اللي مضت بارتباط اسمها بالمجال الفني فقط بلا ما تكشف عن ملامح حياتها الخاصة. الفنانة لطيفة رأفت مع ملف إسكوبار الصحراء في الواقع قبل ما توصل تفاصيله إلى مواقع التواصل الاجتماعي انقسم الرأي العام إلى فئتين، واحد كان كيتعاطف معها والثاني كان كيهاجمها بسبب الجرائم المنسوبة لطريقها وبعض السياسيين اللي كانوا كيتابعوا هذا الملف. لطيفة رأفت تسمت رحلتها في هذا الملف تطورات كبيرة وصلت حد الابتزاز والتشهير بها، بحيث تم بث واحد التسجيلات لها بخصوص هذا الملف المذكور، واللي دفعها باش توجه إلى القضاء لتقديم شكاية ضد الشخص الموقوف حاليا في الديار الإيطالية بناء على قرار من الشرطة القضائية الدولية والقضاء المغربي. المحامي للفنانة المغنية لطيفة رأفت كيقول باللي أنها كانت فقط شاهدة في القضية التي سقطت مسؤولين كبار وثارت واحد الكثير من الجدل. وكيتم من كلامه كيقول باللي ان الابحاث والتحريات اللي دارت لحد الساعه تتبين باللي ان هناك واحد العصابه خططت لابتزاز لطيفه رأفت وتلطيخ وتشويه سمعتها وحثها على التراجع عن الادلاء بافادتها في ملف اسكوبار الصحراء لفائده القضاء. محامي الفنانة كيضيف أيضا وكيقول باللي للأسف أن هناك من خضع للابتزازات، ولكن لطيفة رأفت كانت امرأة اللي قومت رغم محاولتهم وعملهم جاهدين على تحطيمها والإساءة إليها بصفتها امرأة وإنسانة وأم وفنانة، ولكن ثقتها في المؤسسات أي مؤسسات البلاد وانتصارها القيم الوطن كان أكثر قوة، وبالتالي هي اليوم مطالبة بالحق المدني كمشتكية لمواجهة الأساليب الخسيسية والدنيئة. لطيفة رأفت حضرت في ملف إسكوبار الصحراء شاهدة ولا علاقة لها بالملف، وامتثلت القانون بصفتها مواطنة مغربية كتعطي إفادتها. لطيفة رأفت كتأكد في أكثر من مناسبة أنها ما عندهاش علاقة بالملف المذكور واللي اليوم أمام القضاء المغربي، وأن اسمها ملي كيورد في المحاضر باعتبارها شاهدة فقط، لكن البعض وضعها في خانة المذنبة وفي بث مباشر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي. انفات الفنانة لطيفة رأفت أن معرفتها بمتاجرة زوجها السابق في المخدرات، وكتوضح باللي أنه قدم نفسه لها على أنه رجل أعمال ومستثمر في المغرب، وهو الأمر ذاته اللي أكدوا العديد من الأشخاص المشتركين بينهم. كتقول لطيفة باللي زواجها من المالي اللي كيوجد حاليا رهن الاعتقال من بعد ما تعرفت عليه لفترة ما كتعداش ل 15 يوم، قبلت تنفصل برغبة منها لعدم تقبلها نمط الحياة وطبيعة العيش ديالو في مدينة الدار البيضاء، لكونه كان مدمنا على السهرات والحفلات الليلية. وأكدت أيضا لطيفة رأفت اشتراط الانتقال من بيتها في الرباط وعيشهم في مدينة الدار البيضاء فيلا كان كيملكها من بين الأسباب اللي عجلت بوقوع الانفصال، إلى جانب واحد الغموض وجهلها التفاصيل كثيرة حول حياته اللي كانت غامضة. وقالت الفنانة المغربية أنها تقدمت بطلب الطلاق الشقاق من بعد مدة وجيزة من زواجهم، في إشارة منها إلى أنها تخلت على كافة حقوقها المادية في سبيل حصولها على وثيقة الطلاق. وكتنفي الفنانة المغربية حصولها على أي أملاك عائدة من هذا المواطن المالي، كتأكد باللي أن الفرقة الوطنية تأكدت فعلا من صحة أقوالها وتوصلت إلى أصحاب العقارات اللي تقحم فيها اسمها.
لطيفة رأفت أيضا كطالب من الأشخاص اللي كيحاولوا دائما الإساءة إليها في مواقع التواصل الاجتماعي باش يتوقفوا على نشر التعليقات الجارحة ضدها، خاصة أنها كتمر بواحد الوعكة صحية وكتحاول التركيز على تربية بنتها بعيد عن الأزمات والمشاكل. للإشارة فقط، بعض الصحف والمواقع الإلكترونية كتقول: كان سعيد الناصر رئيس الوداد البيضاوي قد أقحم اسم لطيفة رأفت في الملف الذي يتابع فيه إلى جانب شخصيات مغربية بارزة بتهم خطيرة ضمنها الاستيلاء على عقارات تعود لتاجر المخدرات المالي الذي يقبع حاليا في السجن. وأورد الناصري اسمها خلال الاستماع إليه، إذ اتهمها بإحضان الفتيات والخمر إلى منزل المال الكائن في حي كاليفورنيا بالدار البيضاء خلال السهرات التي كان ينظم إليها في سنة 2014.